نبيلة عبيد واحدة من نجمات الصف الأول، وبرزت نجوميتها وشهرتها في التسعينات، وكانت مشهورة بمشاهد الإثارة والإغراء، واتجوزت 4 مرات لكنها لم ترزق بأطفال ولم تحقق حلمها بأن تصبح أم. صندوق أسرار عن حياة الفنانة نبيلة عبيد هتسمعها لأول مرة. نبيلة عبيد من مواليد شبرا سنة 1945. كانت من أسرة بسيطة جدا، وكانت من صغرها بتحب الفن، وكان في جنب بيتهم سينما اسمها الشبرا بالاس. كانت بتحوش مصروفها عشان تدخلها. بدايتها في الفن كانت كومبارس في فيلم مفيش تفاهم، وبسبب جمالها الملفت وقتها عملت أول دور بطولة ليها في فيلم ربع العدوية. وفي السبعينات اتشهرت نبيلة بالأدوار الساخنة ومشاهد الإغراء، واللي كان منها مشاهد مع الفنان صلاح ذو الفقار بفيلم ليلة حب، واللي كسرت فيه كل الخطوط الحمراء وجالها انتقادات كتير بسببه. وفي التسعينات كانت نبيلة واحدة من أشهر النجمات بالوطن العربي، وزادت أدوارها الجريئة في الأفلام، واللي كانت أكثرهم شهرة هو فيلم الراقصة والسياسي، واللي اتحذف منه مشاهد مع النجم الراحل صلاح قابيل، واتقال وقتها إن كان فيه مشاهد خدشة للحياة وغير مقبولة. وبسبب شهرتها الكبيرة اللي حققتها وقتها اتلقبت بنجمة مصر الأولى، ودخلت في خلافات كبيرة مع نادية الجندي، واللي كانت بتنافسها في الجرأة ومشاهد الإغراء. أول جوازة لنبيلة عبيد كانت وهي في الثانوية العامة سنة 1963 من المخرج عاطف سالم، وكان أكبر منها بربع قرن، وانفصلت عنه بعد 4 سنين. وكانت واخداه نبيلة كخطوة لتحقيق حلمها في الشهرة ودخول الفن والتمثيل، لكن خاب أملها بسبب حبه وغيرته الشديدة عليها، اللي وصلت بيه إنه يمنعها تخرج من البيت حتى مش تقف قدام الكاميرا. وقالت نبيلة عبيد في مقابلة تلفزيونية إنها اتجوزت في السر من المخرج أشرف فهمي، لكن بنته خرجت ونفت الكلام ده، وقالت إنها عاوزة تشهر بيه. وفاجئت نبيلة عبيد الجميع بعد ما قالت في لقاء صحفي إنها كانت متجوزة في السر برضه من السياسي أسامة الباز، واللي كان مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، والجوازة استمرت 9 سنين. وباقي الجوازات كانت من شخصيات عربية رفضت تقول على أساميهم. لكن برغم كل الزيجات دي، نبيلة عبيد لم ترزق بأطفال، وقالت الفن حرمني من الإنجاب وإحساس الأمومة. كان مطلوب مني طول الوقت التركيز في شغلي، وكانت النتيجة هي حرماني من إن يكون عندي أطفال. وبسبب شهرتها الكبيرة اللي حققتها وقتها اتلقبت بنجمة مصر الأولى، ودخلت في خلافات كبيرة مع نادية الجندي، واللي كانت بتنافسها في الجرأة ومشاهد الإغراء. أول جوازة لنبيلة عبيد كانت وهي في الثانوية العامة سنة 1963 من المخرج عاطف سالم، وكان أكبر منها بربع قرن، وانفصلت عنه بعد 4 سنين. وكانت واخداه نبيلة كخطوة لتحقيق حلمها في الشهرة ودخول الفن والتمثيل، لكن خاب أملها بسبب حبه وغيرته الشديدة عليها، اللي وصلت بيه إنه يمنعها تخرج من البيت حتى مش تقف قدام الكاميرا.